احنا عملنا صفقة كتب عظيمة عظيمة بجد، فاحنا هنتكلم عنها دلوقتي. فيلا بينا عشان انتوا وحشتوني، بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش سوا هنا. وحشتوني اهل اليوتيوب، انا بقالي كتير جدا غايبة عنكم، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش، وده خلاني اللي هو انتوا فين؟ انتوا وحشتوني. انا عملت صفقة قبل معرض الكتاب، مشتريات بجد كبيرة شويتين. كنت ناوي ان انا ما اشتريش كتب، بس في خصومات فما قدرتش ان انا امنع نفسي عن الخصومات دي، وقررت ان احنا نشتري كتب الفتره دي. وكتب الصراحه كانت تستحق، لان ارائكم عنها او اراء صحابي عنها خلتني اللي هو ما ينفعش نفوتها، ما ينفعش نفوتها. خلوني اقول لكم في الاول انتوا وحشتوني، وعايزاكم تشجعوني كده عشان نرجع تاني على اليوتيوب. بالاضافه ان احنا الفتره الجايه فتره معرض القاهره الدولي للكتاب، وبنجهزه فيه كلام كتير قوي احنا محتاجين نقوله مع بعض. فهنشوف الكتب، هنجهز الفترة الجاية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مع بعض عشان نشوف هنشتري ايه وهنعمل ايه وهنجهز الدنيا ازاي. بالإضافة ايه رأيكم في النضارة؟ باينة ان انا قارئة، طب باينة ان انا كاتبة. يعني شجعوني يا جماعة عشان احب شكلي بيها وما احسش ان انا غريبة. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت تقولوا لي عاملين ايه وبتقرأوا ايه الفترة دي، ولو امكن يعني تشيروا الفيديو ده مع اصحابكم. الفتره اللي فاتت انا مش عارفه انتوا متابعيني ولا لا، متابعيني في الاماكن التانية ولا لا يعني، بس انا كنت بقرا لاحسان عبد القدوس. قرات له مجموعه قصيه عجبتني جدا 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 جدا، فقررت ان انا في مشترياتي بعد كده نشتري حاجه تاني لاحسان عبد القدوس، وده فعليا انا عملته. كان في صفقه لذيذه جدا على الويب سايت بتاع عصير الكتب، اي نعم لدور نشر تانية، بس خلوني ابدا معاكم بحاجات انا اشتريتها الفتره اللي فاتت وقريتها، وحاجات انا لسه ما قراتهاش. فيلا بينا. اول حاجه سلسله نوح الالفي، تقريبا اغلبكم عارفها او اغلبكم قرأها. قضيه ست الحسن، قضيه عنب الثعلب، قضيه لوز مر، واخيرا قضيه ذيل القط. السلسله دي انا ما كنتش متوقعه انها حلوه كده، ما كنتش متوقعه ان انا يوم ما هشتريها او ابدا فيها ان انا هبدا يعني وعلى طول اخلصها. بس ده فعليا اللي حصل. انا قرات الجزء الاولاني، قرات الجزء الثاني، قرات الجزء الثالث، وحاليا انا في الجزء الرابع، مستنيه اخلصهم مع بعض عشان اعمل لكم ريفيو قد كده. فلو متحمسين لده يا ريت تقولوا لي، ولو مستنيين ريفيوهات صغيره بسيطه ما نرغيش فيها، فاكيد هتلاقوني في الاماكن التانية ما برغيش كتير، بس هنا احنا لازم نرغي كتير عشان انتوا بحب اتكلم معاكم. الصفقه دي كانت من عصير الكتب. انا عارفه ان سلسله نوح الالفي اصدار دار الكرمه، بس انا اشتريتها من عصير الكتب، ساعتها كانوا عاملين خصم على الروايه دي يعني، فطلبت المجموعه مع بعض وطلبت معاهم روايه انا حره لاحسان عبد القدوس. جماعه انا اصلا كنت متحمسه من زمان قوي اقرا لاحسان عبد القدوس، ولما بدات حسيت اللي هو انا ازاي ما كنتش بقرا له. بالاضافه ان انا بحب الافلام بتاعه احسان عبد القدوس، بس فكره الافلام لما بنيجي بنحول عمل لفيلم بيبقى مختلف في تفاصيله واحداثه، وده فعليا حصل في العمل اللي قبل ده. بس فيلم انا حره انا بحبه جدا جدا، وحسيت اللي هو انا بما اني بحب الفيلم ازاي ما قراتش الروايه. كده يبقى من الحاجات اللي جبتها وكنت مبسوطه بيها جدا هي روايه انا حره لاحسان عبد القدوس. السلسله جبتها الفتره اللي فاتت من دار المحروسه. دار المحروسه كتب يا جماعه الكوميك اللي هي الاعمال المصوره دي، انا حباها قوي. بدات بشبيك لبيك، جبت اول جزء، قلت اتست كده الموضوع وعجبتني جدا، فرحت في الخصومات بقى اشتريت الجزء الثاني من شبيك لبيك، واشتريت الجزء الثالث. دول روايتين مصورتين، استنى اوريكم تفاصيلهم من جوه. بصوا انا حابه الموضوع ده قوي. يعني انت بتقرا حاجه وحاسه ان وانت بتقرا حاجه عارف تتخيلها، فالناس اللي ما بتعرفش تتخيل، الناس اللي عندها بلوك من القرايه بقالها فتره، حاسه ان حاجه زي كده هتعرف تكسر بيها الحاجز قوي. فجبت الاثنين دول، وكل جزء بيكبر اكتر. يعني اول جزء كان صغنون، بعد كده ده كبر شويه، وبعد كده الجزء الثالث بقى اكبر واكبر. وجبت كمان حاجه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كنت عايزه اقرا له حاجه مصوره، فلقيت ميرامار او ميرامار ماشي. المهم شايفين تفاصيلها، حسيت اللي هو التفاصيل دي انا ازاي ما قراتش الروايه دي قبل كده بالطريقه المصوره دي. وبصوا دول كده 3 اعمال انا جبتهم الفتره اللي فاتت من دار المحروس. تمام تمام، مش بكروتكم والله، بس انا يعني حاسه ان هو اول مره بعد فتره فلازم نرغي مش قوي. المهم في اعمال بقى هنفتحها مع بعض، دي لسه جايه لي حالا من دار الكرمه، خصومات دار الكرمه. رحت طلبت شويه اعمال، حاسه اللي هو تنميه بشريه شويه يا جماعه، بس اللي هو انا كنت عايزه اقراها. بصوا البوك مارك اللي بعتوها، ودول عموما البوك مارك اللي بتجيلي مع الاعمال يا جماعه دي اكتر حاجه انا بكون مستنياها. المهم هنبدا، خلونا بالكتب على طول. في روايه جبتها برده من دار الكرمه، بس خلونا نبدا بالكتب. اول حاجه
عام كي تغير رايك. انا كنت متحمسه ليه جدا من الريفيوهات، وحسيت لو انا عايزه حاجه فعليا تغير من النفس، بس ما احسهاش زي اي كتاب عادي اللي هو قوم الصبح اشرب قهوتك انزل اتمشى شويه هتبقى كويس. فالكتاب ده فيه ترشيحات كتير عليه، وهو افكار من غرفه علاج النفسي، فحسيت ان هو حاجه واقعيه انا محتاجه اسمعها فعليا. فعشان كده انا اشتريته ومستنيه الكتب دي اقراها باستفاضه قوي، تخليني اطلع اتكلم معاكم وافيدكم، ونعمل سلسله كده فيديوهات نتغير فيها للافضل، او اللي هو بتسموها حاليا الجلو اب. نيجي بعد كده البسكوته والدحلاق. انا بصوا اصلا اول حاجه لفتتني دي الغلاف، شايفين الغلاف بتاعه؟ الكتاب ده بيتكلم عن العلاقات المؤذيه. حسيت اللي هو انا محتاجه حاجه زي كده، حاسه ان انا محتاجه اقرا في حاجه زي كده، ومحتاجه اتكلم معاكم في حاجه زي كده، خصوصا الفتره دي ما شاء الله يعني اغلب الناس بتقع في علاقات مؤذيه كتير. مش لازم نقول تحت مسمى الحب بين راجل وست، بس بشكل عام يعني. الكتاب مكتوب عليه يحظر بيعه للرجال، انا يعني مستنيه اشوف هو في ايه جواه. ثالث عمل مش عارفه اخليه لكم الاخر ولا لا. المهم جسمك يتذكر كل شيء. الكتاب ده كان عامل 700 وحاجه، ما صدقت ان هو نزل. اي نعم نزل 200 جنيه بس تمام. فيديوهات كتير جدا عليه، وقد ايه ان هو كتاب مفيد وبيفرق جدا. حسيت اللي هو انا محتاجه حاجه زي كده، محتاجه حاجه ابدا معاه من جوايا قوي، حاسس ان انا وانا بقراها بدخل جوه عمق النفسيه قوي. خلونا نبدا رحله جديده معايا. الفتره دي انا مايله شويه للروايات اللي فيها جريمه، فيها سسبنس كده. فلقيت دار الكارما في مجموعه جديده من الروايات اعلنوا عنها مترجمه، وهي روايه لم يتبقى غيرها. في كذا روايه تانية بس انا جبت دي لان عجبني جدا الريفيوهات عليها. وصل ان هو بيتكلم عن تقريبا يعني واحده ست عايشه لوحدها في فيلا، وفاقده بعض الحواس اللي تخليها ما تقدرش تعمل حاجه، بس هي بتبقى بيحصل جريمه وتقريبا هي بتبقى المتهمه الوحيده فيها. ده اللي انا سمعته، مستنيه جدا ان انا اقراها، وخصوصا ان الروايه دي اترجمت لاكتر من 35 لغه. انا متحمسه جدا اقراها. واللي شدني روايات الجريمه يا جماعه، او اللي هي فيها احداث كده وتحقيقات وكده، هي صراحه تحقيقات نوح الالفي. لما بدات فيها حسيت ليه لا، ليه ما نجربش؟ فإن جينا الحق يعني حاسه ان انا شويه في تغييرات اتجاهاتي للقرايه، بس ده ما غيراش كليا، بس في يعني شويه اضافات. انا ما بحبش اقرا رعب خالص ومش عارفه اتاقلم عليه، بس في الجريمه شويه في توجهات نفسيه مختلفه، ومبسوطه بده لان بيزيد من حماسي اتجاه القرايه، وبيزيد من تواصلي معاكم والمختلف القراء بقى والاعمال اللي بيحبوها وهكذا. فنقدر نقول ان دي الحصيله بتاعتنا خلال الفتره اللي فاتت اللي انا ما قلتلكوش عليها. واتمنى تكونوا متحمسين لمراجعاتي الفتره الجايه. متحمسين ولا لا؟ يعني لازم تكونوا متحمسين عشان تشجعوني اعمل لكم مراجعات. وعايزه اسالكم عن حاجه، انتوا فعلا حابين ان انا الكتب اللي هي التنميه ذاتيه او علم نفس او الكتب اللي فيها مواضيع عميقه زي كده، حابين ان اتكلم معاكم من ناحيه مراجعه، ولا من حته ان انا افيدكم ونفيد بعض ونستفيد؟ دي نقطه مهمه جدا انا كنت حابه اسالكم عنها. هتوحشوني. مستنياكم في المراجعه الجايه تكونوا انتوا كمان مستنيين. اشوفكم على خير. باي باي.